أهلا بكم أعزائي ومتابعي لحظة من فضلك. شاهد أبرز إطلالات درة زروق في عيد ميلادها. يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة درة زروق، فهي من مواليد برج الجدي، لذا تعد واحدة من أبرز أيقونات الموضة في العالم العربي، ومع كل ظهور لها تخطف الأنظار بتنسيقاتها المميزة وأزيائها التي تعكس ذوقا رفيعا وفهما عميقا للموضة، وتنسيقها الجذاب والرفيع لإطلالاتها الساحرة التي تخطف القلوب قبل الأنظار. وتملك درة زروق ذكاء كبير يجعلها تختار أزيائها بأسلوب ناعم يتناسب مع طبيعة قوامها الرشيق ووزنها المثالي. فأكثر ما يميز إطلالاتها تنسيقاتها المميزة للأزياء، واختيارها الألوان العصرية التي تواكب الموضة وتتناغم مع لون بشرتها، لتعكس ذوقها الرفيع وفهمها العميق لخطوط الموضة، لتطل بإطلالات ساحرة للغاية. ولذلك تحرص على التعامل مع العديد من المصممين لتبدو إطلالاتها متنوعة. ومع ذلك يعد المصمم جورج حبيقة وهو المفضل لها، حيث ترتدي العديد من تصاميمه في مختلف المناسبات. ومع حلول عيد ميلادها نستعرض أجمل إطلالات درة زروق التي أبهرتنا بها خلال عام 2024. وبلون الرومانسية والحب أطلت درة زروق بإطلالة مخمرية ساحرة مواكبة لأحدث صيحات موضة 2024-2025، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما ثم من قماش المخمل باللون الأحمر الصارخ. اتسم الفستان بصيحة الكم الواحد ولياقة مرتفعة، مع لمسات الكشكاش التي زادت أنوثة وأبرزت قوامها الممشوق وخصرها النحيل. أما الكم الثاني فيأتي منسدلا بقصة أوف شولدر، وهو من توقيع المصمم أنطوان القارح، ونسقت معه أقطارا متدلية من الأذن ومرصعة بالألماظ بمجوهرات معوض. وجاء اللون الأزرق الصاخب ليعكس قوة شخصية درة ومثابرتها لتحقيق ما تحلم به وتتطلع به على كل ما هو جديد ومختلف في حياتها العملية والشخصية. وتألقت درة بظهور ساحر جذاب خلال تقديمها حفل جوائز ساويرس الثقافية، لتبهر الحضور بإطلالاتها الساحرة المفعمة بالاحتشام والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما بياقة تلتف حول العنق باللون الأزرق المنكرم، وهو منسق مع كاب على شكل وشاح من الممثلين الإنديغو، ويتسم بقصة ضيقة وطويلة وهو من ماركة فيليفيتي كاوتشر، ثم من قماش الكريب باللون الأزرق ليعكس قوامها الرشيق. وتستطيع درة دائما التنوع بين الكاجوال والكلاسيك وإبهار جمهورها بفساتين السهرة المفعمة بالرقي والأنوثة في آن واحد، فضلا عن ارتداء القفطان المغربي بين حين لآخر. وتميزت إطلالة درة زروق بالقفطان المغربي ليمنحها إطلالة راقية تعبر عن هويتها وانتمائها لوطنها العربي. وجاء تصميم القفطان ليجمع بين الرقة والفخامة، مزينا بالورود البارزة باللون الأبيض مع أوراق الشجر بلمسات التطريزات اليدوية، والكاب الطويل الذي ينسدل على هيئة أوشحة على الجانبين، وهو من توقيع مصممة القفاطين صوفيا ابن يحيى. وأضافت المزيد من الأنوثة بوردة الشعر الجانبية باللون الأبيض. ونتذكر أيضا إحدى أجمل إطلالات درة زروق خلال عام 2024، وتحديدا على السجادة الحمراء في مهرجان كان، حيث تألقت بالفستان الذي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود. الفستان الأساسي باللون الأسود البراق مع ياقة ديكوليتيه وقصة تحدد الخصر، مع أكمام منفصلة ومنفوخة باللون الأبيض وطويلة لنهاية الفستان، وهو من إبداع المصمم علي كروي. وأكملت سحر اللوك بمجوهرات الماسية من ميسيكا. وفاجأتنا درة بإطلالة آخذة خلال حضورها عرض أزياء إلي صعب في السعودية لعام 2024 بفستان فضي براق بتصميم أنثوي يحدد الخصر والتنورة عمودية من توقيع المصمم عباس الحرجلي. وأكملت إطلالتها بمجوهرات ألماس ناعمة من توقيع شوبارد. بدت درة زروق كأميرات ديزني لتظهر أنوثتها الطاغية ورقتها التي لا مثيل لها بإطلالتها الناعمة المستوحاة من عالم الرقي والأناقة، حيث تألقت درة بفستان طويل مجسم باللون الوردي الناعم في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بياقة ديكوليتيه مفتوحة مع طبقة تل شفافة تضيف لمسة رقيقة للتصميم، وتنور التل مزينة بالجليتر البراق، وهو من توقيع المصمم المبدع جورج حبيقة. وأضافت له جاذبية بمجوهرات ألماس من تيفاني أند كو.
وتعشق درة توظيف ذوقها الرفيع في اختيار الأزياء التي تطل بها بين حين وآخر، وهذا ما أكدته بمجرد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 لتبهر جمهورها بإطلالتها الساحرة التي تتصم بالطابع الأميري. فاختارت فستانا من الستان الأسود بقصة كورسيه في جزءه العلوي، وتنورة منفوخة سوداء وطويلة، وتزيدان بتطريز مرصع بالأحجار البراقة التي تجسد الفيونكة من الجانبين. كما اتسمت إطلالتها بالجاذبية الغامضة، فتزينت بأحمر شفاء أحمر وبأقراط ألماسية دائرية. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.